بلاغ متقدم ضد مسلسل أشغال شقة جدا. تعال أقول لك إيه اللي حصل. في محامي قدم بلاغ في المجلس القومي للمرأة ضد مسلسل أشغال شقة جدا، بيتهم فيه المسلسل إن هو بيروج لقلة الأدب الجماعي والانحلال الأخلاقي، وإن ده بيسيء لسمعة المرأة المصرية. طبعا كل ده حصل لما ظهرت في المسلسل واحدة غلطت مع ناس كتير جدا وما كانوش عارفين مين أبو الولد، وبيعملوا تحاليل دي ان ايه والكلام ده كله، وفي الاخر مش عارفين مين ابو الولد والكلام ده كله. طبعا المحامي قال ازاي يظهروا السمعة بتاعت المرأة المصرية، والمرأة المصرية يظهروها ازاي في المسلسل بالشكل دوت. وبصراحة المحامي عنده حق طبعا في البلاغ دوت. وانت لو فكرت فيها هتلاقي ان مش المسلسل ده بس، او مش العمل الدرامي ده بس اللي ينفع ان هو يتقدم فيه بلاغ. هتلاقي في حاجات كتير قوي ممكن انت تقدم فيها بلاغات. هو مسك بس في الحتة دي وعنده حق، ما بقولش ان هو مش عنده حق، ولكن هتلاقي في حاجات كتير قوي. احنا لسه في اول رمضان، شوف لما نوصل لاخر رمضان هتلاقي بقى كام بلاغ متقدم في كام عمل درامي. يعني المحامي عنده حق في الاول وفي الاخر، بس احنا مسكنا في نقطة معينة بس. لكن في بلاغات كتيرة قوي المفروض تتقدم في اعمال درامية كتيرة قوي. انتوا بقى قولوا لي، هل متابعين المسلسل ده ولا لا؟ ولو مش متابعينه، طب متابعين انهي مسلسل؟